احنا النهارده بنتكلم عن موضوع خطير جدا جدا جدا. اكتر من 300 ألف حالة طلاق موجودة جوه المحاكم المصرية أو متقدمة للكنيسة زي ما قالت جريدة الوطن. والناشط المسيحي أشرف أنيس بيقول بصريح العبارة إن في 176 ألف ملف متقدم في المجلس الإكليريكي لحد 2011. المجلس الإكليريكي من سنة لغاية سنة 2011 عنده 176 ألف ملف ما تبتش فيهم. 176 ألف حالة. والملفات دي كلها قضايا طلاق متعلقة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، هو انا النهارده طالع اقول ايه يا ترى؟ ايه الوثائق اللي وقعت قدامي وانا هعرضها ليكم النهارده؟ الوثائق اللي انا بالمناسبة يعني في الفترة الأخيرة استقبلت بعض المسيحيات اللي عايزين يتطلقوا مش عارفين، وبقالهم سنين، يعني بقالهم داخل في 7-8 سنين او اكتر واقفين زي البيت الوقف. ايه الوثائق اللي انا هعرضها هتزلزل كيان الكنيسة اللي قائم على المحسوبية والفلوس؟